في كام بتحس الإحساس ده؟ حاضر جاية، هو الواحد ما طب يعرفش يقعد بلاش، لوحده أبدًا، في جاية كام أهو. على طول هي مفيش زرار فصل في حياتها. بيجيلك وقت كده بتحسي إن انتي مستنزفة، مش بس جسديا، لا لا لا، ده ذهنيا كمان. البيت كله معتمد على ماما، لدرجة إنك بيجيلك وقت بتستني، هو أنا كنت مين قبل ما أكون ماما؟ التوتر بيبدأ يتراكم، والسكوت اللي بتدوري عليه بيبقى حلم بعيد قوي. بس عارفة انتي لما بتتوتري أولادك بيحصل لهم ايه؟ بيتوتروا معاكي بالظبط، لأن العصبية بتزيد وما بتعرفيش تسيطري على نفسك. وتقعدي تسألي نفسك كده، هو الواحد ما يعرفش يقعد مع نفسه كده شوية قاعدة زي دي؟ وتتضايقي من حياتك. طب الحل ايه؟ نفضل متوترين ولا نشوف حل، حتى لو حل وسط؟ خير الأمور الوسط. السماعات هي المنقذ، مش لازم يعني تسمعي حاجة، بس البسيها كإشارة إنك خارج نطاق الخدمة. علمي أولادك إن في وقت خاص لماما، حتى لو هيقعدوا قدام التلفزيون ال10 دقايق دول. المهم إنك تختفي تماما، وتفصلي، وتفكري في حاجة انتي بتحبيها. اخلقي عالم خاص بيكي انتي، زي ده بالظبط. ريحة شمعة بتحبيها أو ركن صغير كده في البيت بيخصك انتي لوحدك. افصلي عشان تعرفي تكملي. النصيحة اللي دايما بنصحك بيها، انتي مش أنانية لما بتعملي كده، بالعكس انتي بتحبي اللي حواليكي جدا عشان بتعملي كده. انتي كده بتشحني طاقتك عشان تكملي. يلا يلا قومي، اخطفي وقت لنفسك عشان تنقذي نفسك.